السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. يلا بينا يا حبايب قلبي نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا 3 كيلو زبدة جاموسي فلاح، جميلة جدا يا جماعة، جاية من عند ناس عارفين ربنا، وناس يعني مضمونين 100%. اللي عايز يقول لي او يكتب لي في الكومنتات. جميلة جدا جدا. جبت 3 كيلو عشان قلت اجربها الاول. لقيتها ما شاء الله. سيحت 2 كيلو وسبت كيلو، هعمله معاكم بطريقة تانية، مش هقول لكم عشان ما احرقش المفاجأة. آه سيحت 2 كيلو يا حبايب قلبي، على نار هاديه جدا، على عين البوتاجاز الصغيره يا حبايب قلبي. توطي النار خالص خالص لحد ما تنزل معاك شويه سمنه كده سايحين. تقوم حاطه يعني معلقه الشاي دي بتاعتنا الصغيره، تحط نصها ملح عشان المرته، عشان المرته لا تنزل منها. المرته يا حبايب قلبي اللي هي بتنزل من السمنه بعد ما بتسخ خالص خالص. بتصفي سمنتك في برطمان معقم ونضيف، وتاخد المرته اللي بتبقى ايه في قاع الحله، في ارضيه الحل. دي يا حبيبه قلبي يعني بغمسي بقى عيش مع الجبن ومع الحاجه، او لو عندك مش ولا حاجه تحطها فيه، تحفه تحفه. وفيها فضلات بقى من السمنه البلدي دي، طعمها حلو بصراحه. انا كنت بفطر منها كل يوم مع جبن ومع حاجات من دي. بس بقول لكم ايه بقى، والله العظيم ريحتها ولا كلمه. هي يا حبايب قلبي شوفوا جميله ازاي، هتشوفوها دلوقتي وانا بعملها. جميله اهو. حطيت كيسين، ودي الملح لقيتها ساحت شويه من تحت، حطيت الملح ووطيت عليها النار جدا، يعني نار هاديه قوي قوي قوي. تمام. فبشوفها اهي يا حبايبي اهي، فكت معايا اهي. بصوا، لحد شايفين الريم اللي على وشها ده، لحد الريم ده ما يختفي خالص، ما يبقاش موجود. وتلاقوها بقى ظهرت كده السمنه كده، اللون بتاعها كده جميل، سايله خالص معانا. تقوم مطفيه النار بقى وسيبها لما تهدى خالص. اهو شايفين انا سبتها لما بردت، وبصفيها بقى اهي في علبه معقمه جميله ولها غطا يعني. بصفي بشويش واسيب بقى المرتة دي يا حبيبي، هفضيها في حاجه تفطري منها زي ما قلت لك. جميله قوي قوي وطعمها لذيذ، والسمنه دي ما موثوق منها. الزبده قصدي. لو عايزين كلموني او ابعتوا لي، وانا يعني لو انتم من بلدي يعني مش من بعيد، من بلدنا منصوره دي اهليه، اجيب لكم يا حبايب قلبي. شايفين جميله ازاي؟ طعمها حلو قوي قوي، وكنت بشتغل منها يعني، وعملت منها الكحك تحفه تحفه تحفه. واشوفكم على خير وعلى فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.